احكي لكم قصه كده وانا بعمل قهوتي. احلى حاجه في القهوه ريحتها. المهم برطمان النيوتيلا ده اول ما اتجوزت، بعد ما خلاص بقى رجعنا من السفر وبنبدا الحياه وكده، لقيت جوزي نزل جاب شويه حاجات من السوبر ماركت ومعاهم برطمان النيوتيلا. شايفين المعلقه دي؟ احنا بناخد معلقه واحده كل كام يوم. تمام. This is the mindful eating. انا مش حارمه نفسي من نيوتيلا او من الحاجات دي، ولا اقعد اخد بقى على كراب، ولا حتى لو نفسي في كراب باخد حته صغيره، بس انا باكل وباكل كل حاجه وعادي جدا. This is what is the mindful eating. وقتها بقى انا ما كنتش فاهمه الكلام ده خالص، فاول ما شفت البرطمان رحت قايله له ليه كده؟ ليه كده؟ وكنت زعلانه قوي. قال لي انا عملت ايه غلط؟ يعني انا مش فاهم. قلت له خلاص هتعرف بعدين. واتكسفت اقول له ان انا لما بشوف برطمان النيوتيلا بحطه في التلاجة وتاني يوم بطلعه وباكله ساقع مش سايح وبخلصه كله ايا كان مقاسه. وبعد كده اتعلم ان هو لما يشتري برطمان النيوتيلا اللي هو بيحبه كان بيقعد عنده كتير، هو مش عارف مايندفul ايتنج ولا حاجه، بس دي كانت طبيعته. انه يجيب برطمان صغير عشان حتى لو انا خلصته تاني يوم ما يزعلش عليا، يعني لانه طبعا انا كنت بتخن قوي وقتها لما بيحصل كده، وانه يعني بيحبط هو كمان لما يصحى بقى عايز ياخد المعلقه اللي نفسه ياخدها ساعات مع الكوفي او كده ما يلاقيش. طيب كان شغل الكوفي عشان الحق انزل شغلي. المهم مش حاطه فيشه اصلا لحظات. فالمهم بعد سنوات كتير، يعني لما درست الهيلث كوتشنج وعرفت ان المايندفul ايتنج هو ان احنا مش بنحرم نفسنا واحنا بناكل بوعي. يعني ايه بوعي؟ يعني انا هفكر انه في حاجه اسمها 20% ان انا بدي لنفسي التريتس اللي انا محتاجاها، او الدلع، او معلقه تديني انرجي في بعض الاوقات، او انه حاجه انا نفسي فيها عارفه انا مش هتفيدني بس نفسي في طعمها هتفرق في المود بتاعي وهكذا. وان انا ال 80% اللي باكل فيها اكلات انا عارفه انها بتفيدني وبدخلش جسمي غير الحاجه اللي هتفيدني. فالنيوتيلا تعتبر من التريتس، فبنحطها في ال 20%، فبتبقى في كل بيت وبنحبها وبنحب طعمها وما بحبش اللي ينكد علينا ويقول ما تجيبوهاش. ومليانه، كنت زمان اروح ورك شوبس كده الاقيه يقول لك بقى هنا زيوت مش عارف ايه وهنا مش عارف ايه. يا جماعه نكدتوا علينا عيشتنا. انا بقى عارفه ان في حاجات مضره وعارفه ان في حاجات غلط، بس في حاجه اسمها ان it's in the 20% of the هي يا جماعه في ال 20% بتاعت التريت، وعادي وخدوها وكلوا اللي نفسكم فيه وكل حاجه، بس قسموا 80-20. الرول ده سحري في كل حاجه، بيعمل بالانس في كل حاجه مش بس في الاكل والشرب. في ناس برضو تقول لك القهوه مش صحيه، القهوه بترفع الكورتيزول، القهوه بتعمل، وناس تانية تقول لك القهوه بتقي من الزهايمر. طب نعمل ايه عشان نستريح من كل الستاديز والحاجات دي؟ كلوا بوعي، فكروا قبل ما تاكلوا قبل ما تشربوا، شوفوا النسب. يعني ما هي القهوه هتبقى مضره لو احنا دخلنا في بعد ال3 كوبايات في اليوم up to 3 انتوا تمام. بالعكس الناس اللي ما بتشربش قهوه خالص وخايفه على نفسها زياده بيجي لها الزهايمر وبتجي لها مشاكل في الميموري وكده. فالفكره انه نعقل نسبة الكافيين اللي احنا واخدينها في اليوم، نعقل نسبة السكر اللي احنا واخدينها في اليوم. mindful eating is the secret and rule 80-20.